لو الحكاية فيها إن فيتو. ايه رأيك في إهانة أردوغان لمصر ولشعبها؟ يعني هو زيه زي الإخوان بالظبط، دول فشل وهو فاشل. أما واحد يقتل جنوده ويمسكهم يدبح ميليشيات وتدبحهم في الشارع، يبقى ناقص إيه؟ وكفاية ده بيقول على نفسه مسلم، في مسلم يبقى عنده دعارة مقننة؟ يرضي مين؟ ده راجل ما ينفعش لأي حاجة، راجل فاشل بكل المقاييس. لا طبعا غير مقبوله ومصر ما تقبلهاش، ودوت سياده الرئيس السيسي ما بيردش عليه خالص ومش معبره وبيسيبه يتكلم زي ما بيتكلم، واحنا سياستنا مش كلام بس. وانا بس عايز اعرف هو ازاي ده راجل خليفه مسلمين والدعاره علني في تركيا والخمور متاحه، وانا ما اعرفش علاقه تركيا ايه بمصر يعني، او هم عايزين ايه مننا انا مش عارف، بس هم صار ان هم شايفيننا ان احنا شغالين وماشيين صح فمش عاجبهم بس. واحنا الجيش المصري ده هو الجيش رجاله ما بيشلحش، احنا عندنا هنا القوات المسلحه المصريه وهم عندهم هناك القوات المسلحه التركيه. الراجل بيهين جيشه والراجل بيقلع جيشه ملط، ومهما كان المفروض من الاسلام ومن الدين حتى لو الناس دي انقلبت عليه ما يهينهمش بالدرجه دي. لو هو راجل يعرف ربنا ما يقلعهمش ملط ويهينهم بالطريقه دي، خصوصا ان الجيش بتاعه دوت من الشعب ايا كان يعني. بس وبالنسبه لاهانته للرئيس السيسي احنا مش قابلينها منه ولا قابلين الشعب التركي. ده القرد ده هربان من جنينه الحيوانات، المفروض يتحط في قفص، انما يقول على اسياده بالطريقه ديت. المفروض احنا عندنا طولة صبر، انما ما نصبرش على قرد زي ده باللي بيقوله ده المفروض ده يعني القتل عليه شويه انه يهين اسياده يعني. ده احنا ما نقبلوش يا مصريين. وعلى مين؟ على رئيسنا السيسي اللي اتعمل مسافه سنتين ما اتعملش من 50 سنه. الناس دي ما بتفكرش ولا ايه؟ والجيش بتاعنا اللي هو اعظم جيش في العالم، مش في الدول العربيه، في العالم، ما يشوف اللي مقلعهم الجيش بتاعهم، مقلعهم 600,000 ولا بتاع الجيش وعمال. دي حركه هو مدبرها قبليها واتعمل ده، وبعدين حط البيانات والحاجات دي بتاعتها عشان يخلص منه. انما يقلعهم ملط في الشوارع كده وبتاع، ده اخرته قربت. وبعدين نسمع امريكا لا مش عارف ايه، لا المانيا لا ما تعدمش، لا مش عارف ايه، الكلام فارغ. المفروض اللي زي ده مجرم حرب، وبعدين مع مين؟ مع شعبه ومع جيشه. ده كلام احنا ما نقبلش الكلام لا عليهم والمناظر اللي احنا بنشوفها، ولا انه يهين اسياد دي جسمته ب 100,000 قرد زي ده. طبعا ده راجل قليل الادب، المفروض ما يغلطش فينا لان احنا ما غلطناش فيه. واحد قليل الادب ما يستحقش ان هو يشتم مصر، ان مصر عظيمه يعني بحد ذاتها يعني. واحد كافر، انا انت عايز منه ايه؟ احسن رد ان احنا ما نردش عليه، بس الكلب لما هو ما نردش عليه. طبعا دي اهانه سافله ومش في محلها، لانه هو رايه هو اساسا هو القاتل لشعبه، وهو الدكتاتوري لشعبه. وطبعا من تصرفاته اللي عملها مع معظم قيادات شعبه وسجنهم وحبسهم وموت اغلب شعبه، وهو القاتل. اما السيسي ما كانش قاتل ولا اي حاجه، هو ما قتلش حاجه. والله العظيم ثلاثه هو كل واحد بيعبر عن نفسه. بالك بني ادم راجل صاحب دوله ورئيس دوله، الشعب اللي يحبه المفروض يحترم الناس اللي حواليه عشان الناس اللي حواليه تحترمه. المفروض يكون هو اكبر من كده وتصريحاته اكبر من كده عشان في شعب بيحبه اللي هو شعب. احنا لينا راي مختلف معاه شويه على اساس هو بيحاربنا وافكارنا وعقيدتنا. احنا مسلمين وكلنا مسلمين، والاسلام دوت من عند ربنا بالفطره. ما ينفعش حد يجي يشككنا في اسلامنا، ما حدش يقدر يحط راي بناء على راينا. احنا صحابات القرار واحنا صحابات الراي، واحنا دوله يعني يعتبر
بعد احترامي لاي دوله خد بالك هي الدوله الاساسيه اللي بيقوموا عليها القوى العربيه. لو اتحدنا كلنا وبقينا راينا كلنا واحد واخد بالك العالم كله هيحترمنا واحنا هنحترم بعض. يا ريت نحترم بعض عشان الدول اللي حوالينا تحترمنا.